معبد خنوم في إسنا هو من أهم المعابد المصرية الموجودة في جنوب مصر، في صعيد مصر، بتبعد 60 كيلو عن جنوب مدينة الأقصر. معبد ده أهميته الكبيرة إن ده المعبد الصلة المتكاملة الموجودة ملونة، ولكن مع مرور الزمن منذ اكتشافه 1843 على أيام محمد علي إن المعبد ده فيه اتساخات، وفي الألوان بتاعته طمست من خلال الاتساخات وبقايا الطيور ومرور الزمن. معبد إسنا تعرض لمشاكل كتير. كان بداية المشاكل سنة 94 لما اتعملت قناطر إسنا الجديدة، فارتفع منسوب المياه في النيل وأثر على المياه الجوفية في المعبد، فبالتالي ظهرت معنا مشكلة المياه الجوفية، وظهرت معنا برضو مشكلة الأملاح. والمعبد كان بيعاني من المشكلة دي بدرجة كبيرة جدا، وبعد كده ظهرت معنا الأملاح بصورة شديدة جدا، فكان لازم أصلا نعزل المصدر، يعني نمنع وجود المياه الجوفية في المعبد. فتم سنة 2008 مشروع تخفيض المياه الجوفية، ده بيشتغل بصورة آلية، يعني المنسوب عند 250 2 متر و50 تحت الأرض، لو وصل 2 متر و40 بيتسحب تلقائي. بعد كده بدأنا نتعامل مع مشكلة الأملاح. مشكلة الأملاح طبعا هي مشكلة كبيرة جدا، لكن احنا بعد ما عزلنا المصدر بدأنا نتعامل معها. أولا كان في أجزاء كانت ضعفت من الأملاح، بدأنا نقويها، وبعد كده بدأنا نزيل الأملاح. طبعا الأملاح كانت قابلة للذوبان معظمها، فتعاملنا معها بالكمادات. كان كمادة السيبولايت مثلا، وكان في كمادة القطن أو كمادة الورق حسب نوعية ودرجة الأملاح. وبعد كده بدأنا في إزالة الاستكمالات القديمة لأنها تأثرت بالأملاح طبعا، وكان في استكمالات أسمنتية عندنا، فبدأنا إزالة الاستكمالات الأسمنتية وإزالة الاستكمالات القديمة جدا. مشروعنا اللي موجود اللي هو المشروع المصري الألماني المشترك ما بين جامعة تبنجن قسم المصريات ومركز تسجيل الآثار المصرية ووزارة السياحة والآثار. الهدف من المشروع اللي هو أولا إعادة المعبد إلى رونقه وألوانه ترجع زي ما كان أيام البطالمة والرومان، اللي هو على فكرة المعبد ده استغرق بناءه 400 سنة عشان استكماله ونقوشه، وكل من ايام البطالمه من 181 قبل الميلاد حتى 250 ميلاديا تم انشاء المعبد وتم عمل اضافات اليه. واحنا مشروعنا بقى زي ما بقول لحضراتكم ان احنا بنعيد الالوان الى رونقها او المعبد الى رونقه والنقوش كلها عن طريق فريق عمل مصري متكامل من المرممين المصريين، سواء يعني من الجنسين رجال وسيدات. وبصراحة المدرسة الترميم الموجودة في مصر دلوقتي من أهم وأحسن وأفضل المدارس في الترميم.
الاجانب نفسهم او البعثات الاجنبيه بتعتمد على المرممين المصريين في انجاز اعمالهم، سواء في الترميم في المقابر او المعابد.